وبسم الله بقطع لي الجزء هذا. شايفين كيف متماسكة. ويسعد اوقاتكم كل خير. بسوي اليوم كريم كراميل بدون ما اطبخه. اول شي هنا كوب سكر، كوب المعياري، بحطه على النار. اذا بدأ يغلي السكر بهذا الشكل نبدأ نرخي عليه علشان ما يحترق معانا. في البداية ما نحركه، واذا بدأ اغلبه دايب ممكن نبدأ نحركه. حاولوا ما تخلونه على نار عالية علشان ما يطلع طعمه مر. لا تحركونه الا اذا ذاب اغلبه زي كذا، شايفين، عشان ما يتماسك معاكم. خلاص اذا صار باللون هذا خلاص نطفي عليه. عند الصينية هذه المستطيلة اصب السكر فيها. بسم الله. المقادير عندي هنا 1 قشطة، كوب معياري 250 ملي حليب بودرة، و3 أظرف من الكريمة اللي خاصة بكريم كراميل، وظرف دريم ويب. كلها هذه أحطها بالخلاط، ما في طبخ. أحط القشطة، حليب، ظرف دريم ويب، أو ممكن تاخذون كريم شانتي، و3 أظرف كريم كراميل، لا 3. نفس الكوب المعياري اللي كلنا فيه الحليب نحط كوبين ماء ساخن. أول كوب، ثاني كوب، ونخلطها ونشغل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ما شاء الله تبارك الله. والآن نسكبها على السكر اللي في الصينية المكرمل، ونحطها بالثلاجة حوالي 6 ساعات، أقل شيء 6 ساعات، عشان تتماسك معانا وتطلع مضبوطة. بسم الله ما شاء الله، كريمتنا صارت جاهزة. لازم أول شيء أهزها كذا علشان تتحرك من تحت، ينفصل السكر عن الصينية. أيضا ممكن ندخل السكين كذا عشان يدخل الهواء عشان تطلع لنا إذا قلبناها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. بقي من السكر عادي، أخذت كفايتها. وتبارك الله، شوف كيف زينتها ما شاء الله تبارك الله. طبعا كل واحدة تزينها بالشكل اللي ترتاح له. أنا زينتها هنا بالتوت والفراولة والنعناع. تبارك الله. الحين بقطعها لكم عشان تشوفون كيف إنها متماسكة وتفتح النفس. وبسم الله بقطع لي الجزء هذا. شايفين كيف متماسكة. وهذه القطعة بسم الله، شوفوا تماسكها ما شاء الله تبارك الله. تجنن والله، تختلف عن الكريمة العادية هذه لأن فيها قشطة ودريم ويب. تجنن، ولا طبخ ولا شيء، تجنن. اعتمدوها يا بنات، اعتمدوها. طبعا الطريقة هذه يا بنات أنا معتمدتها من زمان، ومتابعات القديمات يعرفون، سبق وسويتها معاهم ونزلتها زمان في انستغرامي وفي قناتي في اليوتيوب، وعدتها من جديد لكم ولعيون الجدد. سهلة وسريعة وبسيطة، أهم شيء اضبطوا المقادير.